هذه كلها تجمعها ويجمعها حديث نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كل الناس الكل غادي، الكل مقضي حياته هذه كلها ما في كلام، بل نجزم أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكل يغدو يا عبد الله، والكل غاد في هذه الحياة الدنيا، ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أوجد حياة الناس كلها في كلمتين، قال كل الناس يغدو. نعم صحيح، كل يقضي حياته وعيشته وعمره ودهره وزمانه وأمواله يقضيها، نعم، ولكن كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها، أو وثم الكل بايع هذه النفس، بمعنى أن عمرك هذا كله إيش سيأتي وأنت بائعه لا محالة، فينقضي العمر، لكن النتيجة من هذا البيع إما أنك تعتق بها نفسك، هذا البيعة يكون فيها عتق لك، أو فمعتقها أو موبقها. المعتق من باع نفسه لله، والموبق من باع نفسه لهواه والشيطان والنفس والدنيا. فنسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن كتب له هذا الشهر صياما وقياما، وكذلك وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وخرجنا وإياكم إن شاء الله من رمضان وقد غفر الله عز وجل لنا ما تقدم من الذنب، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.